السلام عليكم. الزلازل آية من آيات الله تعذيبا وتخويفا. يروى أنه لما رجفت الأرض في الكوفة زمن بن مسعود رضي الله عنه قال: أيها الناس، إن ربكم يستعيبكم فأعتبوه، أي فأقبلوا عتبه وتوبوا إليه قبل أن لا يبالي في أي واد هلكتم. يبدو أن الأرض تتهيأ لأمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فتوبوا إليه واستغفروه. هناك أشياء تحصل أول مرة نراها أو نسمع عنها، نأخذها بالترتيب. حدوث وباء في العالم بأسره، حرب بين دولتين كبيرتان جدا، دوران الحيوانات حول بعضها، وللآن لم يجد العلماء أي تفسير لهذا الأمر. تحول الصحراء في السعودية، الغلاء في العالم كله، توقف لب الأرض، وأخيرا زلازل في مناطق لم يزرها زلزال من قبل، وموت آلاف ناس في ثوان عديدة. معظم هذه العلامات تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال مع حدوثها اقتراب الساعة. هل حقا الأرض في مرحلتها الأخيرة؟ هل فعلا ذاك اليوم اقترب؟ يعني ممكن بين ليلة وضحاها أن يظهر المهدي والمسيح الدجال، والشمس تشرق من مغربها، وظهور الدابة، وظهور كل العلامات الكبرى المتبقية، وفي لحظة واحدة يتغير كل شيء. النهاية تقترب جدا. توبوا إلى الله واستغفروه. مع السلامة.